السلام عليكم، حياكم الله قناتي. المقطع الثالث. طبعا يعطيكم العافية على التفاعل. صراحة جدا يسعد لما اقرا تعليقات وارد عليكم، فاشكركم. واليوم ان شاء الله راح صراحة ما ادري، بشطح شوية وبعطيكم شو اسمه، تي تقول نفس الشرح يعني، بدال لا يكون نفس الفيديو معتاد. يمكن افيدكم وانتم تفيدوني بعد صراحة، لان تذهيب هاللعبة طول معي وايد صراحة. فقلت احاول اساعدكم كثر ما اقدر، دام اني يعني قاعد القى اسرع طريقة ان اذهب فيها سلاح. ف ان شاء الله اليوم شو اسمه بعليكم اسرع طريقة حق الهيدشوت، وتطلعون اللون الالماسي اللي هو بعد شو اسمه التذهيب. فالاستراتيجية بكل الاختصار ان يكون عندك سلاحين، سلاح تبي الذهبة وسلاح تطلع عليه الالماسي. حقي انا بهالفيديو بحاول اذهب اكيد ما اذهب بالفيديو يعني، بس انا قاعد اشتغل عليه الحين، اللي هو سلاح جديد كريكسي اظن اسمه، والكي اس في اللي هو السب ماشين جن. فهذا السلاح اللي فيه هيد شوت، وهذا السلاح اللي بطلع عليه اللون الماسي. طبعا استراتيجية دنس يعني هاي يمكن اسرع استراتيجية صراحة انا حصلتها. يعني قاعد اختبر بين استراتيجية مني وليبرتي فولز. الصراحة هذه وايد اسرع يعني. مع الطور الجديد اللي هو دايركتد. صراحة ما اعرف اسمه بالعربي، لكن بحط لكم اياه بالفيديو ان شاء الله. بكل اختصار تدش ماب تيرمنس، تتبع خطوات اللغز لراوند 15 تقريبا. يعني اول ما يقول عندك راوند 15 بس وقف الخطوات، لا تكمل اللي هي. حلو. هاي طريقة اسرع طريقة قدرت اسوي فيها ذبحات، او الهيد شوت بالاصح. تقريبا حسبتها بتايمر. طلعت معي تقريبا 40 لا 44 هيد شوت. يعني تقريبا كل هيد شوت ثانية تقريبا. الحين راح اشرح لكم شلون استراتيجية سريعة. بس خلينا نخلص الراوند. وطبعا في شيء يعني انا شفت فيديوهات اجنبية صراحة، ما طالع وايد عرب للامانة، ما راح اكذب. لكن بالفيديوهات الاجنبية اغلب الفيديوهات تقول ان لازم تدش الغرفة هذه وتسكر الجيم وترد تدش. هذا غير صحيح صراحة. الحين راح اوريكم. طبعا انا ما سكرت لا جيم ولا شيء، وكنت طول الجيم برا الغرفة مثل ما تشوفون. بس الحين كل اللي عليك انه تنهي الراوند. طبعا السلاح سيء صراحة. دقيقة بس ما ابي اموت. فاهم شيء ان تبلش الراوند وانت داخل الخط هذا، بس هذا اهم شيء. تسكر اللعبة ما شنو هذا كلام فاضي. الحين هنشوف مثل ما بلش الراوند سمعنا نغمة. حلو. بس يعني صراحة جربت كذا مكان مني، جربت مني. ما لقيت اي حظ يعني شنو اسرع طريقة، بس اتوقع مني يعني بشكل عام راح يكون هو الاسرع. ف استراتيجية جدا بسيطة، واللي انا احب اسويه صراحة يعني مثلا خلينا نقول خلصت جبت 2000 هيدشوت بالسلاح. الف الصندوق واحصل سلاح ثاني. يعني نصيحة لوجه الله لا تبلش جيم من جديد، لان الصراحة السيت اب يعني ان تخلص الخطوات اللوز وهالاشياء يطول وايد للامانة. يعني يطول معاك تقريبا اذا مو نص ساعة واكثر. فمثل ما شفنا 44 هيدشوت وما رسبن ولا زومبي خارج الغرفة. فمو لازم تسكر الجيم نهائيا. اول ما تخلص الخطوات على طول دش الغرفة بداية الراوند، والمفروض باذن الله انه يرسبون كل الزومبيز داخل الغرفة هذه. ف راوندات راح يرسبن عندك المانجلر، راوندات ما حيرسبن. ولكن اهم شيء انه نجيب الهيدشوتات. طبعا السلاح الثاني يكون احتياطي، يعني اذا تبي شو اسمه تخلص على تحديات ثانية عشان الذهب باسرع وقت. يعني انت تحاول تخلص سلاحين بجيم واحد، او مو جيم واحد بقعدة واحدة تبي تقول، لان راح نسيف هالجيم يعني نخلي حق سلاح ثاني وهكذا. يعني هذا انا اشوفه صراحة بين كل الاستراتيجيات اللي جربتهم، هذه اسرع استراتيجية قدرت اسوي فيها هيدشوت. تقريبا هذه الارقام يعني تقريبيه صراحه، بس قاعد احسبها بمخي يعني ما تاكدت منها للامانه. لكن كل نص ساعه راح تجيب 1000 هيدشوت تقريبا. اكيد يعتمد على السلاح ويعتمد على كل وايد اشياء، ولكن بشكل عام هذا هو الرقم التقريبي. بس اذا كان سلاح اقوى الصراحه
شفت ان رقم 1200 هيد شوت هو كان الرقم الاقرب، انه شو اسمه بنص ساعة. فالصراحة هاي استراتيجية جدا بسيطة، ووايد راح تسهل عليكم، لان انا شفت ان صراحة ال 2000 هيد شوت شيء جدا ممل يعني، بس والله مع الوقت راح تمل. انا الحين عندي تقريبا ما يقارب ال 100,000 ذبحة، اذا مو اكثر بالزومبي. اوكي ذبحتها بالغلط. المهم يعني ذابح وايد صراحة، برستيج 5 بس زومبي، ما لعب مالتي بلاير. فصراحة مليت والله، ابي استمتع باللعبة يعني نفس اول كم يوم، لان اول كم يوم بس قاعد العب راوندات وفور فن يعني. بس الحين دام قاعد اخلص اللون، فالصراحة كلش مو قاعد استمتع باللعبة. وبس اتمنى افدتكم بالفيديو، واتمنى بعد اللي عنده تعليقات اي شيء، يعني عنده استراتيجية اسرع يبلغني بالكومنتات، لان الصراحة ما لقى استراتيجية اسرع من هذه. فاتمنى اللي عنده استراتيجية تحت تكتب لي اياها، ويفيدنا. انا جدا متفتح للشيء هذا. وبس اكتبوا تحت تبون اكمل شروحات، او شنو انواع الفيديوهات تبونها مني. وبس يعطيكم الف عافية، كان معكم ابو عبد الله، واشوفكم على خير، في امان الله.